الحاجه اللي ناقصاك نفسك تبقى معاك تبقى عندك؟ نفسي ابقى عامل اسره كده، ونبقى عزوه ولاد انا وولاد عمي وكده، نبقى طالعين لفوق محدش كسر عينينا، احنا اللي نكسر عينيهم، نبقى عزوه. بس مفيش كده، نبقى عصر واحد بس مفيش الكلام ده، كله محتفظ بابنه في حضنه. شحاتي والله الحمد لله ما فيش حاجه ناقصه، كل حاجه ميسره بامر الله. والله يعني سبحان الله، حتى لو الواحد مثلا اتعذر في اي حاجه ربنا بييسرها من عنده، من ايا كان بقى هو مين. بس الحمد لله، والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا يعني. الحمد لله يعني، بس اللي ناقص كتير. نفسي احقق حلمي، نفسي يبقى عندي حاجه بتاعتي ان شاء الله، كشك مش محل، بس تبقى بتاعتي. حد عزيز عليا كده اللي بينه وبينه يتصبح بس. شايف ايه اللي ناقصك؟ اللي ناقصني انا هتكلم عموما بقى، يعني معلش وتسامحني، يعني انا مش هتكلم عن شخصي بس، انا هتكلم عن المفروض ان هو يكون موجود ما بين الاشخاص وما بين الناس، في التعامل يكون في روح، في المقابلات يكون في روح، في الخروج يكون في روح، وفي المشي يكون في روح. انما النهارده للاسف الشديد الحاجه اللي بتألم الواحد وبتضايقه جدا انه بيشوف حاجات ما يجبش انها تكون موجوده في المجتمع بتاعنا، او في الوسط بتاعنا، او في العيشه بتاعتنا كمصريين يعني. انما هو اولا في حاجات كتيره قوي بدات تنتشر عن طريق السوشيال ميديا، وعن طريق النصب والاحتيال. ويمكن الاخ اللي معانا كان اتعرض لمشكله من كام يوم برضو، اول امبارح برضو، وعلى الرغم من ان اللي عمل معاه كده شخص مش محتاج. فانا اللي اقصد اقوله لحضرتك ان احنا بقينا نشوف حاجات في المجتمع بتاعنا دلوقتي، حاجات مش يجب انها تكون في مجتمعنا او في وسطينا او معانا او بتتوغل فينا كده. اللي ناقصني انا عايز الدنيا تبقى هاديه شويه، الناس تبص لنا شويه، يعني الضمير يصحى تاني، يعني نمشي شويه من الاصول تاني، ايه اللحظات الحلوه ترجع تاني، الشارع يرجع كويس تاني زي زمان. المكان ده كان جميل قوي 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 من فتره، المكان ده كان جميل جدا، كنت تشوف فيه حاجات كتيره قوي حلوه. فاللحظات الحلوه نفسي ترجع تاني، العيشه الحلوه ترجع تاني، الاخلاق ترجع تاني. مش هبقى ماشي في الشارع الاقي مثلا طفل بيقول لفظ مش كويس او مناظر مش كويسه بشوفها في الشارع. بتبقى ماشي مثلا في اي طريق في اي حته، ممكن محدش عنده خلق، محدش عنده خلق للتاني، كله بيقول لك يلا نفسي انا الاول، تمام؟ مع ان بيقول لك العجله الندامه، يعني التأني السلامه والعجله الندامه. كلنا اخوات، ويا ريت الاصول دي والمبدأ ده يرجع تاني. اللي ناقصني بجد حقيقي، ناقصني حج، ما حجتش دلوقتي لغايه دلوقتي. ده مش عشان حاجه، عشان خوف من الطيارات، عندي كلاستروفوبيا. بري بقى بتمنى بقى ان شاء الله بري. تفتكر ايه اللي ناقصك؟ شايف ايه ناقصك؟ الحمد لله مستوره، الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله، الحمد لله. انا مش ناقصني حاجه لما اكمل بس رسالتي مع عيالي، كل واحد يروح بيته او اللي يتوظف يتوظف، ده الرساله اللي ناقصاني، مش محتاج حاجه اكتر من كده. انا اللي ناقصني بطاقه وشغلانه محترمه، بس مش عايز اكتر من كده من الدنيا دي. مش عارف تطلع بطاقه؟ مش عارف اطلع بطاقه، كل ما اروح البلد لابويا عشان اطلع البطاقه يقدرني جنبه وعايزني اقعد معاه، وانا مش عايز اقعد معاه، عايز اشتغل، مش عايز اشتغل شغلته، عايز اشتغل بعيد عنه، عشان هو الشتيمه وبيشتمني وبيخنقني بالشتيمه، اكتر حاجه تخنقني الشتيمه. فانا بقى بتجنب بقى، لو حد بره غريب انا ممكن ارد عليه. مش ناقصنا حاجه، الحمد لله، انا بحمد ربنا على كل حاجه، مش ناقصنا حاجه، ده انا تمام وفل خلاص.
والله الواحد مش كله حاجه هيتولى في حياته، يعني يمكن ربنا بينقص حاجات البني ادم، يعني جايز هو في عنده هناك كتير. احنا بنشوف في الدنيا بنتخيل انت في فندق او قاعد على البحر او اما اللي هناك ده بقى كتير. يعني احنا لما نعرف قصه سيدنا ادم نزل من الجنه ما بانت في حاجات، والنظام في الجنه يختلف عن النظام في الارض، فهو جايز بيحرمك من حاجات شلالك هناك، فدي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها. فمش كل بني ادم هينول اللي في باله، لا. ناقصني في الدنيا نعيش زي الناس، عيشه كويسه، عيشه حلوه، مبسوطه في وسط الناس. بس الظروف بقى هي اللي بتبقى، كل واحد بيبقى شايف ظروفه، يعني كل واحد ليه ظروف معينه، بس مش اكتر. مش ناقصنا حاجه الحمد لله، بنحمد ربنا على كل شيء، وكل اللي بيجيبه كويس. يعني وقفتي كده انا مبسوط بيها، يعني مش متضايق منها. يعني بعد ما كنت املك شركات بقت شيف تقريبا في الشارع، بس الحمد لله يعني راضي، في رضا وفي قناعه. بس اهم حاجه اهل بيتي يرضوا بالوضع ده، لان هم كانوا في وضع وبقوا في وضع تاني، فمتضايقين هم شويه، هم دول اللي مزعليني. يعني حاجات كتير قوي. يعني انا راجل عندي 63 سنه، خلصت شغلي، ولما باجي اقبض معاش بقبض معاش 1160 جنيه. هيقضوا ايه 1160 جنيه؟ هيقضوا كهرباء ولا غاز ولا ميه ولا سكن ولا اكل العيال، يخلص ايه؟ حياة كريمة. يعني انت لما تطلع معاش بعد ما تشقى ترجع تقعد في البيت عادي، اكنك ما عملتش حاجه خالص. حنان ما اعرفش بقى من والدي، هل من اصحابي، هل بعد ما عشان امي ماتت، مش عارف، بس هو ده اللي انا حاسس ان هو ناقص. يعني ان الواحد ياخد نصيبه زي بعض الناس. يعني انا راجل صنايعي في صناعتي ما شاء الله، كفاءة عالية الحمد لله، صنايعي كويس، بس ما خدتش حظي زي بعض الناس اللي هي يمكن اقل مني في المهنة. ناقصني احج بس، احج بيت الله الحرام واسال الله حسن الخاتمة. اللهم امين. والحمد لله على كل شيء، نحمد ربنا على اللي بنجيبه كله. والله بص، هو يعني الحاجه الوحيده اللي ربنا يكرمني اللي هو ما يبقاش الواحد بس عليه ديون ولا عليه حاجه، هو ده اللي طالبين الستر بتاع ربنا، مش طالبين اكتر من كده. شايف اللي ناقصك في حياتك؟ ناقصني في حياتي؟ انا ناقصني في حياتي ان اشوف ولادي سعداء، ربنا يكرمهم يا رب. ولادي ربيتهم تربيه حلوه، ولادي الحمد لله الناس بتحبهم، وفي معزه من الناس كلها لاولادي يعني، واتمنى ان هم يبقوا في معيه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى احب ان انا اشوفهم ان هم صالحين للمجتمع وللناس، ويساعدوا الناس ويقفوا جنبهم، دي اهم حاجه. ممكن ان كان يبقى بابايا يعني بصحته او كده، عشان هو تعبان مريض بس. يعني ابقى يعني اجامل الناس اكتر، دي اكتر حاجه ناقصاني فعلا، ان انا ابقى بجامل الناس. اللي ناقصني ان انا حياتي تكمل بجد بشغلي، بان انا عايزه اعمل لنفسي كارير، مش عشان بني ادم داخل حياتي افضل متفرغه له، لا انا هديله حقه واعمل له كل حاجه، بس في نفس الوقت اكون انا ايه قبل ما هو يعني، لا بالعكس هو دايما بيشجعني وبيساعدني على ده، الحمد لله.